القوات المسلحة المغربية تشكل درعا حديديا مكونا من راجمات جهنم على طول مع الحدود الجزائرية، وتعزز مراقبتها على طول الجدار الأمني العازل بالصحراء المغربية تحسبا لأي محاولة تسلل جديدة من قبل مرتزقة البوليساريو المدفوعين من قبل نظام الكبرانات. ويستعد الجيش المغربي لأي مفاجأة محتملة من نظام العسكر العدو الأول للوحدة الترابية للمملكة والبوليساريو من خلال شراء منظومات صواريخ أمريكية، وهي منظومة هيمارس الأقوى في العالم. وأصبح سلاح الجو المغربي أيضا كلمة الفصل بعد سيطرة الطائرات المسيرة المغربية على الجو أو على جو الصحراء. ورغم تلويحات عناصر البوليساريو مدعوم من الكبرانات بالقيام بعملية عسكرية ضد الجدار الرملي المغربي، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في